السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض البقلاوه. المقادير: نص كيلو دقيق حاطين عليه رشه ملح صغيره وبضايه ومعلقه سمنه كبيره ونشا هنحطه بين الطبقات اللي بعضيها وميه للعجن حسب الدقيق ما ياخد معانا. هنحط معلقه السمنه كده وندعكها في الدقيق كويس كده ونحط البضايه نقلبهم كويس الاول مع بعض ونحط الميه كده بشويش، يعني حبه صغيرين بحبه صغيرين عشان العجينه ما نطرهاش جامد معانا، ونعجن كده ونشوفها هتاخد ميه قد ايه معانا. هي بتاخد حوالي كوبايه ميه، بس برضو الدقيق بيختلف من بعضه، لازم الواحد ياخد ايه باله. فشويه دقيق برضو معاك احتياطي على جنب كده. بدل نص كيلو مع بعض على الرخامه كده، لازم نعجنها كويس لما تنعم معانا كده عشان واحنا بنفردها ما تتقطعش مننا كده. بالطريقه دي تعمليها كده، ولازم شايفه العجينه جامده معايا ازاي، لازم تبقى جامده كده ما تبقاش عجينه طريه. دي العجينه بعد ما خلصناها عجن بالطريقه ديت كده، فردنا شويه دقيق على الرخامه كده وهنقطعها على صغير كده، مش هنكبر، بالطريقه دي كور صغيره كده بالطريقه دي كده. هنكمل تقطيعها كلها بالطريقه دي. بعد ما قطعناهم بالشكل ده هنغطيهم بالكيس كده، هنسيبهم يرتاحوا شويه وهنعمل مع بعض الحشوه. طبعا الحشوه بتاعتها اي مكسرات موجوده عندك، سوداني، لوز، بندق، فستق، اللي موجود عندك كله اهوت. وهنعمل حشوه تانية اللي هي بالقشطه، وهنعمل مع بعض الحشوه اللي هي بتاعت القشطه اللي هي عباره عن ايه؟ كوبايه لبن كبيره انا حاطه فيها معلقه قشطه بتاعت الوش اللبن، عايزه تحطيها عايزه تستبعديها مش موجوده عندك مش مهم، ماشي. وهنحط 3 معالق دقيق سمين على بعض كله كده، مش هنحط سكر لان احنا طبعا هنسقيها شربات هنعومها فيه فهيبقى كتير قوي، مش هنحط سكر خالص. هنسويهم مع بعض على النار كده. طبعا ما ينفعش نحط قشطه اللي هي بتاعت وش اللبن او القشطه بتاعت المحلات، دي بتسيح في البقلاوه او البسبوسه، دي تنفع لحشو البسبوسه ودي تنفع للبقلاوه، اي قشطه تانية ما تنفعش هتسيح. هنعملها كده مع بعض فيها كده عشان ما تكلكعش مننا. بعد ما خدت القوام ده معانا كده ولفت مع بعضيها كده بالطريقه دي كده مع بعض على النار، هننزلها بقى من على النار ونحطها ايه في حاجه تسيبها تبرد شويه. طبعا هرش نشا على الرخامه كده وعلى الرقاق من فوق كده بالطريقه دي وهنفردها كده. طبعا هي عشان العجينه مرتاحه معايا بتمشي حلوه. انا طبعا فردت شويه قبل كده من الاول عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. هتفردي كده تاخدي من جوه لبره كده بالطريقه دي. بعد ما تفرد معاكي كده هنروح رشين دقيق كده بينه بتاع نشا بينه وبين بعضه كده، وهنحط الطبقه الثانيه فوق بعضهم كده ونجيب كمان واحده. طبعا هنحط على الرخامه برده نشا وعلى الرقاقه كده نشا، وهنفرد العجينه مرتاحه بتمشي معايا بسهوله، وهنفردها زي الثانيه برده كده. بره من جوه لبره عشان ايه تفرد معاكي وتمشي كده. بعد ما فردتهم كده طبعا انا حاطه نشا هنا كده من الطبقات وبعضيها، هحط دي كمان كده، هرش شويه نشا على الرخامه بتاعتي
واجيب الطبقات دي كلها. طبعا الطبقات دي هي المفروض 10، انا جت التقطيعه معايا زياده شويه فدول 13. ماشي، فهنعملها نفردها كده مع بعضيهم طبقات اهي كلها. هنفرد كده بالبردانه كده، مش محتاجه تريح ولا حاجه العجينه، مش لو لقيتيها مش ماشيه معاكي ومش مرتاحه حطها في التلاجة شويه. هنفرد بقى على، بصي على قد ما تقدري. هخلصها فرد وارجع لكم. طبعا بعد ما فردناها بالشكل ده، طبعا ما تكبريش الورقه بتاعتك، تخليها زي ما وريتها لك صغيره، كور صغيره كده علشان هي الرخامه، عشان تقدري تفرديها على قد ما تقدري. طبعا انا فردتها، شايفين مورقه ازاي؟ شايفين الرقيقه بالطريقه دي ازاي؟ شايفين كل ورقه عامله ازاي؟ الطريقه دي هنعملها كده، وعشان نعرف نحشيها نعملها قدامي كده شويه، نلمها كده شويه الطريقه دي. طبعا وهنحشي اللي هي الكريمه اللي احنا عاملينها مع بعض، مش هنكتر، كميات بسيطه كده علشان اللفه بتاعتك تبقى على القد. الطريقه دي كده. ولو عندك قمع صغير تعملي بيه ماشي، مفيش مشكله. متكتريش عشان ما تبقاش طريه معاكي كده. وهنلفها كده، وهنلفها مع بعض كده الطريقه دي، نلمها واحنا بنلفها كده، نلمها دول كده بالطريقه دي كده. عايزه تلفيها كمان لفه تبقى مليانه معاكي شويه، كمان لفه واحده مش اكتر من كده كده. تضغطي عليها بالراحه جامد كده بالسكينه، وتقطعي كده جنب اللي انت لفتيه كده بالطريقه دي. مش بره كده شويه ونقطع حسب التقطيعه زي ما انت عايزه، تكبري تصغري زي ما انت عايزه الطريقه دي كده. وهنرص في الصينيه كده. طبعا هنخليهم لازقين في بعض عشان خاطر ايه، تاخد مكان كتير، وبعدين عشان هي كمان ايه لما بتستوي بتقل شويه، نزنقهم في بعض كده بالطريقه دي كده. ونجيب كمان واحد ونعمله ايه بالمكسرات. طبعا شايفين الورق بيتلم معايا ازاي. برضو مش بنكتر مكسرات، ممكن نشيل ورقه او اتنين. لو انت ايه هتعملي مش عايزه تطخني اللفه، هتشيلي ورقه او اتنين. لو عايزه تخليها تخينه شويه ماسكه نفسها، هتعملي زي ما انا بعمل كده. بعد ما فردنا المكسرات بتاعتنا كده هنلفها كده بالطريقه دي كده. ممكن تقطعي على كده ما تلفيهاش تاني، وممكن تديها كمان لفه اللي هي كده، نعملها صوابع كده ونقطع زي المره اللي فاتت كده. نسحبها شويه لبره ونقطع، ما نضغطش عليها جامد عشان تطلع معانا مورقه. ونرص في الصينيه برضو كده. طبعا هنعمل مع بعض قطعه الحجاب دلوقتي، هنقطع مع بعض. وعشان نعمل التقطيعه اللي هي بتاعت الحجاب او السمبوسك هنقطع كده بالطريقه دي، وهنقطعها مربعات كده بالطريقه دي. نحط الحشو بتاعنا الكريمه، وليكن يعني الكريمه
بالراحه واحنا بنحط الكريمه عشان الورق شايفه منها رقيقه جدا، الورق بيطلع معانا بسهوله. نضغط عليها كده، نسيب شويه نعملهم بالمكسرات، ونجيب الطرف ده على الطرف ده بالشكل ده بس كده، وهنحطها برضو في الصينيه كده وغيرها. بالشكل ده ونضغط عليها كده. نحط شويه بقى بالمكسرات كده على الجزء ده عشان نتني ده على ده كده، وهنجيب الطرف ده على ده زي اللي فاتت بالشكل ده ونضغط كده اهي. وبعد ما قطعناها في الصينيه كده، جايبنا السمنه قدحناها، لازم تكون سخنه جامد بالشكل ده. طبعا هي بتاخد سمنه كتير، بعد كده لو زادت فيها سمنه بنصفيها اما بتطلع من الفرن. بتدخل على درجه حراره 180 190 الطريقه دي. كده لازم تتغطى كلها بالسمنه عشان تورق معاكي وتبقى حلوه. سهله جدا، ما بتاخدش وقت خالص خالص، يعني ممكن تعمليها لاولادك على طول بدل ما تشتريها، واحسن من المحلات 1000 مره، وكفايه انها عمايل ايدك. بالشكل ده ندخلها بقى الفرن. هنحطها في الفرن من تحت كده لو الفرن بتاعك مش عالي قوي، لو الفرن عالي هنحطها فوق ونهدي الشوايه عليها. عايزاها تطلع بيضه هنطفي الشوايه خالص، عايزاها تبقى حمراء وحلوه هنولع الشوايه عليها بالشكل ده. وخلي بالنا منها، لو احمرت من تحت حلو بتبان قدامك، هنشيلها نحطها على الشبكه تحمر شويه ونطلعها. دي البقلاوه بعد ما طلعناها من الفرن بالشكل ده، طبعا هي سخنه لسه، صفينا من عليها السمنه الزياده والشربات ساقع. هي سخنه والشربات ساقع، الشربات لازم يبقى تقيل كده زي العسل كده. الشربات طبعا احنا بنحط كوبايتين سكر على كوبايه ميه، نص ليمونه، هنسقيها الشربات كده. طبعا العجينه وممكن تشيليها في الفريزر، يعني ممكن تعمليها من دلوقتي وتشيليها لرمضان كمان، ما يجرالهاش اي حاجه. واحنا مطبقه ساعه ما فردناها على الرخامه، انا على فكره نسيت اقول لكم المعلومه دي، واحنا فردينها على الرخامه كده بعد ما نفردها خالص ونخلص الفرد بتاعها خالص، بنعمل ازاي؟ بنمسكها نطبقها زي المنديل كده ونشيلها في كيس ونحطها في الفريزر. لما بنيجي نعملها بنطلعها تسقع، لما تهدى خالص وتفك من التلج بتاعها طبعا الشربات ده كتير احنا هنشيلها منه. العجينه بعد ما بنسيبها تفك بنفردها تاني، ما بنفردهاش بقى بالمردانه، بنفكها كده ونفردها على الرخامه وبنحشيها ونقطعها زي ما احنا حشينا كده، لكن ما نشيلهاش محشيه، احنا نشيلها مفروده لكن ما نحشيهاش ونشيلها. طبعا احنا هنسيبها في الشربات كده لمده دقيقتين وهنشيلها منه، طبعا لان الشربات طبعا مش هنسيبها في الشربات الكتير ده، هنشيلها منه. وطبعا هي طريقه سهله وبالهنا والشفا، ويا رب تعجبكم، ولايك وشير، وسلام عليكم.